فيلمنا النهاردة بيدور عن مملكة المحيط واللي البشر ما يعرفوش أي حاجة عنها تماما، ولا عن الكائنات اللي بتعيش فيها. والكائنات دي اللي اسمها كائن الكراكن، وارتبط اسم الكائنات دي بالقصص الخيالية والمرعبة اللي كلها تدمير. وبعدها بنشوف بنت مراهقة واسمها روبي، وبتكون هي كمان كراكن، لكن شكلها بيكون مختلف تماما، وده لأنها عايشة على البر مع عيلتها وما بينزلوش المحيط إطلاقا. وبتفضل روبي تتحايل على مامتها انها تروح الحفلة الراقصة، لكن مامتها بتكون رافضة الفكرة تماما، وبتقولها انها مش هينفع تروح، وده لانها بتبقى خايفة عليها لا يحصل لها اي حاجة. وبيكونوا خارجين كلهم، فبتفضل مامتهم تديهم تعليمات الخروج، وان ممنوع على اي حد فيهم ينزل المحيط مهما حصل، وان لو حد سألهم عن سر اختلاف شكلهم عن باقي البشر يقولوا ان هم من كندا، وان هناك البشر شكلهم عامل كده. وبعدها بتروح روبي تقابل صحابها التلاتة اللي بيفضلوا يقنعوها انها تحضر معاهم الحفلة، حتى لو مامتها مش موافقة، وانهم هيساعدوها علشان ما تتقفش. وبيظهر في الاول ان روبي خايفة، لكن بعد كده بتقتنع بكلامهم وبتقرر انها هتروح الحفلة، وخصوصا لان صاحبها كونر اللي هي عايزة تحضر معاه الحفلة هيكون موجود. ولان روبي بتحب الرياضيات جدا بتبعت معادلة لكونر، وبيكون الهدف منها انه لو عرف يحلها هيفهم ان هي عايزاه يروح معاها الحفلة. لكن صاحبتها ما بتقتنعش بالفكرة، وبتديها مثلث بيطلع زينة وقصايص ورق، وهو ده هيكون العرض بتاعها علشان تعرض عليه انه يحضر معاها الحفلة. وبتروح روبي لكونر اللي بيكون قاعد ومعاه لوح التزلج بتاعه على حافة المحيط، وبتحاول تتكلم معاه، لكن بتكون مكسوفة جدا ومش عارفة تقول ايه. لكن هو بيقرب منها وبياخد باله من المسدس اللي معاها، وبيقربه من وشه وبيدوس عليه بالغلط، فبيطلع كل الورق اللي جواه، ومن الخضة بيدوس على لوح التزلج بتاعه وبيقع في المحيط. وهي بتفضل تبص عليه وبتبقى خايفة ومش عارفة تتصرف ولا تنقذه ازاي. لكن بتلاقي روبي ان مفيش حل غير انها تنط وراه في المحيط. وبتنط فعلا، لكن بتلاحظ ان جسمها بيبدأ يتغير، وايديها ورجليها كمان بيحصل فيهم حاجات غريبة، وبيطلع منها اشعاع كبير. وبتنقذ كونور فعلا وبيخرج من المية، وبتفضل مش فاهمة ايه اللي حصل لها وازاي شكلها اتغير كده. وبعدها بتسمع زمايلها في المدرسة وهما بيتكلموا ان البنت الجديدة في المدرسة هي اللي انقذت كونور من المية. وبتبقى روبي مستغربة جدا، وده لانها عارفة ان هي اللي انقذته، لكن البنت دي بتفضل تتباهى بنفسها وبتفضل تقول ان هي دايما بتنقذ الناس وبتعمل حاجات كويسة. وبتروح البنت الجديدة وبتقرب من روبي وبتبقى مستغربة جدا من شكلها، وبتعرفها بنفسها وبتقولها ان اسمها تشيلسي. وبتجري روبي تستخبى في مبنى المكتبة، وما بتبقاش عارفة تكلم مامتها تقولها ولا لأ، لأنها بتبقى خايفة انها تلومها. وبتلاقي فجأة ان جسمها بدأ يكبر وبيتحول لكائن الكراكن، لدرجة انها بتكسر مبنى المكتبة. وفي الوقت ده بيشوفها كابتن جوردن اللي بيكون في رحلة من رحلاته، وبيقول ان الكراكن رجع من تاني علشان ينتقم منه. وبتكون أجاثا مامة روبي في شغلها، لكن بتلاحظ ان روبي جسمها اتغير واتحولت لكراكن، فبتضطر انها تمشي من الشغل بسرعة علشان تلحق بنتها. وبتروح فعلا ورا روبي لحد ما بتعرف مكانها، وبتفضل تتكلم معاها علشان تهديها. وفعلا بتهدى روبي وبتبدأ تتحول لحجمها الطبيعي وشكلها من تاني. وبتقرر روبي انها تروح لجدتها علشان تفهم منها كل اللي بيحصل لها، وبتجري وبتنط في المحيط، فبيتحول جسمها مرة تانية للكراكن. وبتفضل تعوم ومبتبقاش عارفة تروح فين، لكن بيجي خالها وبيقول لها انه معجب بإصرارها وانه هيوديها لمملكة الكراكنز، وان جدتها هي ملكة الكراكنز بنفسها. ولما بتروح فعلا بتكون جدة روبي مبسوطة جدا انها اخيرا شافت حفيدتها بعد 15 سنة. وبتاخد الجدة حفيدتها روبي وبتقف قدام كل الكائنات وبتقول لهم ان دي الاميرة روبي. وبيفضل كل الكائنات يهللوا ويهيصوا، لكن روبي بتبقى خايفة وبتقول لها انها مش عايزة تبقى اميرة ولا حاجة، وانها عايزة ترجع لبيتها تاني. لكن جدتها بتقول لها ان ده مصيرها، وانها واحدة من الثلاث كراكنز الباقيين من الكراكنز العملاق. وبتحكي لها جدتها ان والدتها اجاثا كانت من اقوى محاربين المملكة، لكن بعد الحرب قررت انها تطلع على السطح وتعيش فيه علشان تبعد عن الخطر. لكن روبي بتفضل متوترة وما بتبقاش عارفة تاخد قرار، بتقول لجدتها انها لازم ترجع البيت. فبتسمح لها جدتها انها ترجع مرة تانية، وفي الوقت ده بيجي خالها وبيسأل والدته ازاي قدرت تسيبها تمشي بسهولة كده، لكن هي بتقوله انها عارفة انها هترجع تاني. وفي الوقت اللي بتعوم فيه روبي علشان تطلع على السطح بتقع في فخ كابتن جوردن. وبتفضل روبي تحاول تفلفص من شباكه، لكن ما بتقدرش، وبيكون هو بيهاجمها بالأسلحة بتاعته، وبيكون كمان قرب يخلص عليها. لكن بتظهر حرية بحر، واللي بنعرف انها تشيلسي البنت الجديدة في المدرسة واللي بتحاول انها تنقذها. وبتقدر تنقذها فعلا، وبتقولها انها عرفت انها كائن بحري من اول مرة شافتها فيها. لكن بتضطر روبي انها تمشي وتسيبها علشان ترجع على البيت قبل ما مامتها تحس بغيابها. وبترجع فعلا وبتنام، وتاني يوم الصبح بتقرر انها هتنسى كل اللي حصل وتعيش يومها بشكل طبيعي، وتنسى اللي حصل في اليوم اللي فات. لكن اول ما بتخرج بتقابل مامتها واللي بتقولها انها شامة فيها ريحة البحر. فبتتوتر روبي وما بتبقاش عارفة ترد، وبتمشي وتسيبها.
ولما بتوصل روبي على المدرسة بتتفاجئ بفيديو مع كل اصحابها بيتفرجوا عليه للكابتن جوردن ووراه كائن الكراكنز، وبتسمع الناس كلها وهي بتتكلم عن قد ايه هما خايفين منه وخايفين انه يخلص عليهم، وبتجري تستخبى في الحمام. وهنا بتظهر تشيلسي وبتتكلم معاها وبتقولها ان هي اكتر واحدة هتفهمها. كراكن ولا تعيش وبتتكلم حياتها روبي على معاها إنها فعلا إنسانة وبتقولها مراهقة انها مش عارفة اذا كان المفروض تعيش حياتها ككراكنز ولا تكمل حياتها كمراهقة عادية، لكن تشيلسي بتنصحها انها لازم تاخد اجازة عشان تقدر تفكر بشكل سليم، وبتقترح عليها ان هما ياخدوا الاجازة دي مع بعض في المية، وبينزلوا المية فعلا وبيفضلوا يلعبوا ويعوموا مع بعض. هما بيقعدوا وبتتكلم يتكلموا مع تشيلسي بعض مع وبتقول روبي وبتقول لها انها بنت ملكة الحريات، وان كان في زمان حرب ما بين مملكة الحريات ومملكة الكراكنز، لكن هي خلاص زهقت من الحروب وانها تعيش حياتها مستخبية، وانها تفضل حاسة ان لو شافها اي كراكن هيخلص عليها. روبي بتبقى شايفة انهم لازم ينسوا اللي فات ويفتحوا صفحة جديدة ويعيشوا مع بعض في سلام وما يكونش فيه اي حرب تاني، لكن ما بتبقاش عارفة ده ممكن يحصل ازاي. فتشيلسي بتقول لها ان ده هيحصل لو قدروا يلاقوا الرمح الثلاثي علشان يدمروه، وبيقرروا ان هم يدوروا على الرمح ويلاقوه علشان يدمروه. وبتاخدها تشيلسي وبتوديها المكان اسمه بئر البحار، وبتقولها ان مامتها مخبية الرمح فيه، وان ما ينفعش اي حد يدخل مهما كان الا لو كان كراكن قوي. وفعلا بتحاول روبي انها تدخل لكن بتفشل وبترجع تخرج من تاني، لكن بتقرر انها تروح لجدتها وبتطلب منها تعلمها كل قوة الكراكن، وبتفرح بيها جدتها جدا لانها اخيرا هتاخد حقها وتبقى هي الاميرة، وبتبدأ تعلمها ازاي تقدر تستخدم قوتها وتتحكم فيها. وبتنجح روبي فعلا انها توصل لنهاية البير، لكن هناك بتلاقي بوابة وبتفشل انها تعدي منها، وبترجع تقول لتشيلسي انها مضطرة انها تطلب المساعدة من مامتها. وبيروحوا هما الاتنين على الحفلة اللي اجاثا عاملاها، وبتبقى روبي عايزة انها تعرف مامتها على صاحبتها تشيلسي، لكن في الوقت ده بتلاقيها اختفت ومش موجودة. وبتبدأ روبي تحكي لمامتها عن كل حاجة، اللي بتتصدم ان مامتها بتدرب بنتها اللي هي كمان مصاحبة حرية بحر. واجاثا بتتعصب جدا وبتطلب من روبي انها تبعد عن البنت دي وما تقابلهاش تاني، وده لان حريات البحر خطر وعايزين يدمروهم. لكن روبي كمان بتتعصب وبتقولها انها دايما بتتحكم في حياتها، وان هي المرة دي هتعمل اللي هي عايزاه، لانها نفسها يكون في سلام بين كل مخلوقات المحيط. وبتتحول روبي لكراكن عملاق وبتنزل على المية، وبتروح اجاثا لمامتها وبتفضل تعاتبها انها بسبب كل اللي عملته ده بنتها مصاحبة بنت نيرسيا. فبتستغرب الجدة جدا وبتقول لبنتها ان نيرسيا اصلا ما عندهاش بنات. وفي الوقت ده بتحاول روبي انها تعدي من البوابة وفعلا بتنجح، وبتحرر الرمح عشان تديه لتشيلسي. ولما بتديهولها بتلاقي تشيلسي اتحولت وبتعرف انها مش تشيلسي وانها نورسيا، واللي بتقولها انها بقالها 15 سنة مستنية عشان تنتقم من اللي اجاثا عملته فيها. وبيبدأ جسمها يتحول وبيبقى عملاق جدا ومخيف، وبتفضل روبي مصدومة وبتبقاش مصدقة اللي بيحصل، وبتقولها انا كنت فاكراكي صاحبتي وما كنتش متخيلة ابدا ان انتي ممكن تضحكي عليا. لكن وقتها نورسيا بتضربها جامد وبتبعدها عنها وبتوقع عليها صخور عملاقة. وبس كده، لو عايزين تعرفوا نهاية الفيلم وايه اللي هيحصل اتفرجوا عليه واكتبوا لي في الكومنتس عجبك ولا لا، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس.